بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مستمعي اون سبورت في كل مكان، وحلقه جديده من 1 2 معكم حازم امام، وبنتكلم دايما عن الكوره. حلقه الخميس دايما بيبقى معايا ضيف، ودلوقتي خلاص هيبقى معايا دايما كل اسبوعين ثلاثه كده ينورنا كابتننا الكبير كابتن جمال حمزه، من احرف من انجمه الملاعب في مصر. يا جيمي مصر عامل ايه يا عالمي؟ حبيبي يا فوكس، صباح الفل عليك وعلى مستمعينا. هو انت بتلعب ما كانش في ذا بيست في افريقيا؟ ما كانش في ساعتها ولا ايه؟ انا مش فاكر خالص ايامنا، ما اعتقدش. لا بس يعني بعد كده عمل بعديها بشويه يعني متهيألي من 2008 اول الالفينات كده ما كانش فيه الحاجات دي. متهيألي من 2008 ده بياخدوا بتوع افريقيا اللي بيلعبوا بس في اوروبا. متهيألي من 2008 مش عارف بصراحه. طب انت ايه رايك في ذا بيست؟ قول لي كده وانت بتتفرج. اتفاجئت بحاجه؟ شايف لا تمام كله كويس؟ خلي بالك برضو ذا بيست حتى على مستوى العالم دلوقتي بقى، يعني ناس كتير بتشوف ان هي مش فير. مش فير طبعا. بيخش فيها سبونسرز وبيخش فيها حاجات اهواء شخصيه. يعني اعتقد ان ده بيحصل، ده طبيعي جدا يعني. تمام. انما المعايير نفسها مش مفهومه يعني. مش منطقي ان انا ابقى احسن حارس وابقى احسن لاعب. مش يعني مش منطقيه خالص. انا حارس مرمى، في جايزه لاحسن حارس مرمى، فخلاص يعني خلاص انا خدت جايزه احسن حارس مرمى. فما اعتقدش ان الموضوع يعني كان مستحمل ياخد 2 بالظبط يعني. كده بالظبط. ما اعرفش، موضوع غريب جدا، مش منطقي يعني بالنسبه لي. في 2 كانوا هم الاولى بالجائزه. عايز اقول لك حاجه، ان البطوله دي او الجائزه اللي هي جوه القاره دي من اول 2003 يعني. 2003 والله، بس احنا خدنا 2002. خدنا عشان 2002 بس ما خدناش يعني اول واحد كان درامات تراوري، كان بتاع الاسماعيلي المالي. فاكر تراوري الاشول؟ ايوه صح، طويل ده. ايوه. بعدين تاني واحد انياما من نيجيريا، كان بيلعب في انيمبا. تاني مره بركات 2005. ابو تريكه 2006. الشرميطة 2007. ابو تريكة 2008. موبوتو 2009. احمد حسن 2010. أسامة الدراجي 2011. ابو تريكة 2012. ابو تريكة 2013. احنا ما كناش بنسمع حاجه عن الكلام ده خالص. ما كانش الحفلات بتعمل بالوهج اللي موجود دلوقتي. صح يعني ما شفتش، مش فاكر ان ابو تريكة هناك استلم ولا بركات ولا حاجه. كانوا بيتقالوا خلاص. وبعدين الشناوي خدها 2022 السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، البلايلي قبليه. دي كنا يعني خلاص بقى ابتدينا من 2003. بس لا ما كانش فيه يعني زي 2002 لما كسبنا ما كانش فيه حاجه من الحاجات دي. ما كانش فيه، لا ما اعتقدش، لان وبرده ما كانش فيه الحفلات دي، وانه يعني لا كان فيه، بس دايما بيبقى افضل لعيبه افريقي يعني. اللي هو كان بقى يايا توريه. بالظبط. انما داخل القاره دي ما كانش ليها يعني ما كانتش بتبقى متبروزه كده. صح. فممكن يكون احنا برضو ما كناش متابعين قوي السوشيال ميديا برضو، الكلام ده ما كانش لسه موجود. طب انت شايف لوكمان وطبيعي ولا كان حكيمي ولا كان يعني برضو يعني يمشي يعني شغال؟ بس هي برضو الغريبه ان صلاح مش موجود غريبه جدا في القايمه يعني. ده برضو مش طبيعي خالص بصراحه يعني. مش موجود من اول 5، معقوله؟ من اول 3 مش موجود يعني. مش منطقيه برضو، ما اعرفش ليه يعني. الموضوع غريب بصراحه. فدي برضو من علامات الاستفهام اللي كانت موجوده في الجوائز. خلينا ننزل، اروح بقى دلوقتي اللي عندنا. الزمالك هيلعب بالليل مع سيرين كليوباترا النهارده، اول ماتش لجروس، وجروس جه قبل كده. قول لي رايك ايه في اللي بيحصل الفتره اللي فاتت. الاسبوع اللي فات جوميز كان كويس وماشي الدنيا تمام، فجاه هوب الفتح وعمل مؤتمر صحفي، قال كلام انا شايفه بايخ شويه وكان مش مقنع. ممكن تقول انا عايز اعمل كده، لكن اللي هو قاله ده مش مقنع بالنسبه لي يعني. وجي جروس والنهارده في ماتش مع جروس. انت فتحت طبعا يعني الباب للكلام عليك بشكل مش كويس كنادي الزمالك. محدش هيغلط المدرب حتى لو كلامه بالنسبه لنا مش مقنع، بس انت اللي اديته الفرصه انه يعمل كده. ما يقعد 3-4 شهور ما بياخدش فلوس مرتبه. ده مش مصري. مش يعني حتى لو كان هيستحمل لحد لفتره معينه وخلاص. مش هيكمل معاك يعني. فمجلس الاداره ما خدش باله من الجزئيه دي. حصل طبعا برضو في حاجات انا شايفها ان هي يعني، عايز اقول كلمه بسيطه يعني، هي اكتر كلمه بسيطه ممكن تكون فيها اهانه لنادي الزمالك بصراحه. انه تخلي المدرب يبعت يجيب ميه للعيبه
وصلنا للمرحله دي. شايف ان هي صعبه قوي بصراحه. بس القصه دي حقيقيه فعلا؟ القصه دي حقيقيه دي. الناس كلها من جوه يعني الناس اتقالت يعني مجرد ان هي اصلا تتقال مش لطيفه تعمل اساسا. يعني حتى بغض النظر بقى ان هي اتعملت ولا ما اتعملتش، مجرد ان هي تتقال ان المدرب يقول ان انا عملت كذا، يعني شايف ان هي مش لطيفه خالص بالنسبه لنادي الزمالك. انما في الاخر مدرب موجود كده هيمشي. في اي وقت كان كده هيمشي. انت بقى هتمشيه، هو هيمشي لوحده ايا كانت الظروف. ده الطبيعي اللي بيحصل يعني في الكوره. هو شايف انه جاله عرض افضل، وانا يعني متوقع ان هو 6 شهور ده اقصى حاجه ممكن تحصل يعني بالنسبه له في الفتح. ايوه، ايه 6 شهور يعني؟ مش هيقعد اكتر من 6 شهور. انت متوقع يعني؟ مش هيقعد اكتر من 6 شهور. فهو ده اللي هيحصل. انما فكره ان انت برضو لحقت نفسك بسرعه مع جروس، دي برضو حاجه كويسه. طب في ناس بتقول دايما ان الولايه الثانيه ما بتبقاش زي الاولانيه، يعني احنا جربناها حتى مع كرول. مع جربنا كتير مع كرول، مع هنري ميشيل. نفس القصه. كابرال. ما انا قلت كابرال، كان في كرول وكابرال وهنري ميشيل. بس كرول كسب الكاس تاني مره يعني. يعني برضو على حسب، ما انت على حسب الظروف اللي انت موجود فيها. ممكن الولايه الثانيه تبقى افضل. يعني مثلا زي مثلا فكره مانويل جوزيه. مانويل جوزيه الفتره الاولانيه ما عملش حاجه خالص. لا ليه؟ كسب افريقيا. لا بس يعني كان الدوري يعني ما خدش حاجه محليه. مش بنفس القوه بتاعت المره الثانيه. انا بتكلم عن نادي الزمالك يعني ككيس يعني برضو ما اقدرش اقول يعني مش عايز يعني مش ثابته، مش حاجه ثابته بالظبط. مش عايز اجزم ان الموضوع ان الولايه الثانيه ممكن تبقى افشل من الاولانيه. لا، لانه الظروف مختلفه واللعيبه مختلفه. الاجواء كلها مختلفه. بس برضو لازم نخلي بالنا بقى من الاخطاء اللي احنا بنقع فيها قبل كده يعني. فكره التعاقد مع الراجل، فكره المرتب بتاعه، وفكره المرتبات الجهاز، لان برضو دي بتعمل مشكله. انه الراجل في الاخر جوميز ابتدى يقول يا جماعه انا كل يوم باجي اتحايل على اللعيبه عشان تنزل التمرين. يعني دي برضو ما هو مش دوره يعني. اللعيبه طبعا ليها فلوس وما بقى لها فتره، فمش دور المدير الفني ان انا هوجه اللعيب ازاي اذا كان انا لسه بتحايل علشان ينزل التمرين. فدي برضو الحاجات اللي احنا كلها بنسمعها، فبتعمل مشاكل وبتخلي مفيش ثقه بين. بس انا بشوف جمال اللعيبه يعني بسمع الحاجات دي، بس لما بشوف اللعيبه بتلعب يعني حتى ماتش المصري يا جمال لعبوا كويس قوي يعني. اللعيبه بتفصل، او حتى في الدوري ماشيين يعني كويس. معقول يعني كاسبين، خسروا ماتش وكسبوا 3 تاني الدوري لغايه دلوقتي يعني. قصدي اللعيبه مش باينه الموضوع ده قوي. انا بس اخد منك الرد، بس خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام. رجعنا لكم تاني وخلينا نكمل كلامنا مع كابتن جمال حمزه، وبتتكلم على فكره اللي كنا بنتكلم على جروس وعودته والولايه الثانيه والكلام ده كله. بتكلم على فكره انه لازم اللعيبه تبقى مفرغه نفسها للملعب وللتعليمات الجهاز الفني. الجهاز الفني ما يبقاش عنده ادوار غير الشغل الفني بس، ودي نقطة مهمة جدا. فأتمنى ان زي ما قلت مجلس الإدارة يبقى واخد باله من الأخطاء اللي حصلت الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله في التوفيق. طبعا شايف التعاقد مع جروس نفسه كويس ولا مش كويس؟ أنا شايف إن هو كويس. يعني شايف إن فكرة إن أنت لسه هتجيب واحد مش عارف الأجواء في الدوري المصري ولا مرن في المنطقة الأفريقية والعربية قبل كده، ومش عارف اللعيبة كلها دي كانت هتاخد وقت طويل قوي. فانت دلوقتي قصرت الوقت، انه راجل فاهم ايه اللي بيحصل وعارف الاجواء والجماهير عارفاه، وهو عارف ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك الى حد ما، عارف بعض اللعيبه، فعارف خلاص فكر وتفكير اللاعب المصري. فقصرت المسافه بتاعت انه لسه هيبتدي يتعرف. فدي انا شايف ان هي دي افضل حاجه، انه يبقى المدرب زي ما بنقول كده اللي هو الجديد القديم يعني. جديد دلوقتي بس هو كان متواجد في فترة قبل كده. فأنا شايف إن دي كانت أفضل يعني فكرة أو أفضل صفقة موجودة في التوقيت الحالي. طب النهاردة الزمالك هيلعب. الجهاز طبعا في أمير عزبي طبعا ابن نادي الزمالك كماسك الداخلية وكده. أكيد الراجل يعني شاف ماتش الزمالك والمصري بس. تمام. وأكيد هو مش عارف، متهيألي كان هو موجود قبل كده مش مكمل فرقة غير لا الونش وزيزو متهيألي. ما اعتقد الونش وزيزو بس.
والله مش يعني عمر متذكر ما كانش أوي. موجود، لا او شيكابالا طبعا. لا شيكابالا ما كانش موجود. شيكابالا في الدوري ده ما كانش. لا ما كانش موجود. هما اتنين بس. هما الاثنين بس، زيزو والونش. شيكابالا ما كانش موجود لا ما كانش موجود. لا. طيب يعني معظم الناس او كلهم ما كانش يعرفهم يعني. يلحق يعمل تشكيل، يلحق يعمل حاجه، ولا هيبقى امير مثلا؟ انا سمعت ان هو قال ان هو مش هيغير حاجه خالص، لا في يعني التشكيل ولا في طريقه اللعب في الوقت الحالي في المباراه بتاعت النهارده، وممكن المباراه اللي بعديها كمان، عبال ما برضو زي ما انت بتقول بقى، فكره ان انا هشوف اللعيبه على الطبيعه في الملعب وفي المباريات. وهو شايف انه زي ما احنا كلنا شفنا انه الفريق ادى بشكل قوي جدا في مباراه المصري، فمش يعني ما فيش حاجه تطلبها منهم اكتر من كده، انه تلعب بنفس الاداء بنفس السيستم، ممكن يكون نفس التشكيل. لو بس هو مثلا لو تلاحظ انا ما اعرفش وقت على الماتش ولا لا بتاع الزمالك، ان كان اللي فات ده او اللي قبله، لو تلاحظ ان فتوح ما بيلعبش باك ليفت كباك ليفت دلوقتي. لو الكوره معاك بينزل بيخش جوه قلب الملعب، بيستلم الكوره وهو اللي بيلعب. كان كوره طويله او بيلعب في قلب الملعب شويه. ممكن الحاجات الفنيه قوي دي هو يخش لا فيها. ممكن دي بقى التفصيله دي ممكن دي ممكن يقول كمل بنفس الطريقه، او لا خليك في تفتح انت باك شمال عادي ومالكش دعوه بحته القلب يعني. التفصيلات الصغيره دي بتبقى حاجات فرديه ممكن يشتغل عليها، انما فكره ان انا مثلا بلعب 4-3-3 فهاجي اروح مغير 4-2-3-1 او العكس صحيح. اعتقد هو قال فعلا يعني، هو نفسه قال كده، قال انا مش هغير التشكيل ولا هغير الطريقه، هلعب بنفس الطريقه دي المباراه دي واللي بعديها ايا كانت، وبعد كده هيبتدي يشوف هل الطريقه فعلا مناسبه والتشكيل مناسب، لانه اكيد برضو مش هيقدر يشوف اللعيبه كلها في الوقت القصير ده. واكيد برضو امير هيبقى ليه دور اكيد يعني. هو الراجل كان مصر ان امير يبقى موجود معاه، انه واثق فيه، فانا شايف برضو ان دي حاجه كويسه، انه الراجل جاي زي ما قلنا هو خلاص مش عايز يتعرف على ناس جديده، هو اشتغل مع ناس معينه فعايزهم يبقوا متواجدين معاه، فده دليل انه في ثقه بينهم، فاكيد امير هينقل له الصوره كامله يعني. طيب موضوع زيزو ما خدش احسن لعيب دي ممكن تفرق معاه، تاثر عليه شويه يعني؟ اكيد هتاثر عليه، بس اعتقد يعني من معرفتي بشخصيه زيزو ان هي مش هتاثر على لعبه يعني. ممكن اكيد زعلان طبعا، زعل ونفسيا ممكن يكون متاثر شويه، انما ما اعتقدش هو سافر يعني. ما اعتقدش ان هي هتاثر على لعبه يعني. يعني انا عارف زيزو كويس، عارف شخصيته، ما اعتقدش ان هي هتبقى مؤثره لدرجه ان هي تبقى باين. كتب بوست بعد هناك يعني بعد الموضوع. انا زيزو بيعجبني فيه دايما دماغه كويس، ومش بتاع سوشيال ميديا، ومش بتاع اللعيبه اللي هي تروح بقى تغني مع بتاع ويمسك يعني مش بتاع الحاجات دي، بتاع لعب. بس فكره ان هو متضايق، انا عارف ان هو متضايق، ان كتب اللي هو طبعا اللي هو الكاف مش عارف ايه. انا شايف ما كانش موفق فيه، ان هو لعيب كبير، وخلي يعني الناس هي اللي تتكلم يعني. كلنا قلنا وهنا طبعا. ومصر كلها قالت، مش ما تقولش انت، خلي دايما يعني الناس هي اللي تشاور عليك. مش انا قادر الومه برضه حازم، ما انا فاهم، بس انا يعني بشخصيته بعقليته وانا اعرفه ما كانش هو يحط نفسه في الحته دي المفروض. بس برضه انا طبعا حاسس بظلم اكيد وبتاع، بس قصدي كل يوم يعني دي نصيحه ان هو بعد كده ما يدخلش هو نفسه في الليله دي، ويخلي الناس هي اللي بتتكلم عنه. صح، خصوصا ان هي برضو الجايزه، واعتقد مصر كلها جابت له حقه يعني هي الجايزه مش هي اللي هتعلي زيزو ولا هتضيف له حاجه، انما في الاخر هي برضو العامل النفسي والضغط بتاع الموقف ساعتها ممكن يكون هو اللي خلاه يعمل. طبعا انه اكيد كان متوقع ان هو خصوصا انه سافر، فاكيد ما اعرفش جاله تليفون بقى سافر يعني، اكيد بيبقى في ما اعرفش يعني الفكره ايه. طيب خلينا نطلع فاصل، نرجع نكمل كلامنا. عندنا كلام برضه، نتكلم على الدوري النهارده وعودته، ونتكلم على الاهلي اكيد وماتش باتشوكا بالنسبه لجمال حمزه، وبعد التداعيات بعد الموقف يعني. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم تاني ونكمل كلامنا. طيب خلينا نكلمك برضه على خلاص ماتش الاهلي وباتشوكا اتكلمنا عليه كتير قوي، لكن شايف تاثيره ممكن لغايه فين؟ وفكره انا بسمع عن لعيبه كتيره جايه الاهلي عشان كاس العالم للانديه، وحمدي فتحي خلاص موجود مع الاهلي كاس العالم للانديه، وبيتكلموا ديانج هيكون رجع برضو من الاعاره. قول لي كده رايك ايه في الماتش، مش الماتش، في ما بعد الماتش.
واكيد الماتش طبعا ليه تأثير سلبي بالنسبة للخسارة طبعا. بس هو طبعا ده يعني هو كان الفكرة بتاعت البطولة بتاعت الانتر كونتيننتال دي اسهل طبعا كتير من كاس العالم للأندية اللي جاي يعني. طبعا مع احترامي طبعا للاضافات اللي ممكن الاهلي يعملها، بس اعتقد الموضوع هيبقى فيه صعوبة كبيرة قوي يعني. ان انت فكرة 32 فرقة صح؟ يعني صعب تعمل جميع بقى زي كاس العالم لا الموضوع هيبقى صعب قوي 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 يعني. فطبعا كان المفروض يعني كان يبقى التركيز الاكتر في الماتشات دي طبعا في الانتر كونتيننتال، ان انت حتى على الاقل توصل للمباراة النهائية حتى لو بتلاعب ريال مدريد بالظبط. انما فكرة ان انت هتروح لكاس العالم اللي هو مجاميع و32 نادي وبتاع، اعتقد الموضوع هيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا. حتى لو انت عملت اضافات بس برضو يعني هتقابل ليفل مختلف بشكل كبير جدا في البطولة دي. ف يعني شايف ان الاهلي هيبقى عنده صعوبة يعني. مش طيب عايز اخد رايك، كنت اتكلمت امبارح في الحلقة على فكرة الهجوم القاسي على اللعيبة خصوصا لما بيخسروا. طبعا يمكن ابرزهم كان كهربا، يعني شايف كهربا والله يا حازم ولما انا صعبان عليا انسانيا والله ولما بيكسبوا لا بس الخساره انا شفت كميه ريلز موجوده على كهربا تحديدا. يعني انا صعب عليا انسانيا طبعا كبني ادم. هل يعني جمهور قاسي عندنا، ولا ده في العالم كله، ولا هو ده طبيعي؟ انت بتاخد فلوس بقى، ولا انت بتاخد فلوس كتير وانت الناس بتحمل الضغط، وهو ده الكوره، هو ده الاباشن، هو ده البتاع. انت بتشوفها ازاي يعني؟ والله انا شايف ان هي لو هي الكوره تبقى في لحظتها. في ناس بتصور نفسها بتتفرج وفجأة عارف انت بتجيب الصورة ويجيب نفسه ويشوف يعني ما بقاش بقى لسه متوتر يعني. بالظبط. يعني انا شايف ان هي بتبقى لو لحظتها تمام يعني، وانا بتفرج وحد ضيع كوره يا اخي مش عارف ايه كذا، بس مش هقعد بقى اسبوع اقعد اشتم في اللعيب يعني. ما هو ده برضو مش طبيعي يعني. مش الفكره نفسها شايف ان هي يعني اوفر قوي، مش اوفر شويه، لا اوفر قوي. احنا عندنا الموضوع بيروح لحته بعيده قوي. في المدح ما بناخدش الموضوع بالشكل ده. في المدح بيبقى لحظتها وممكن تاني يوم. انما الهجوم وبتوصل كمان لمرحله الشتيمه والغلط في البني ادم، لا بتطول معانا شويه. وده ما ينفعش، وده لازم يمشي، وده لا يصلح، وده لا مش عارف ايه، وده ما عندوش فكره، وده كل ده من واحد شاط ضربة ترجيح ضيعها. فالفكرة عندنا ان اللاعب بقى حاطط في دماغه الجزئية دي، لان هو ده اللي بيحصل. يعني انا ببقى داخل وعايز اجيب ضربة الترجيح، مش بتكلم على الكهرباء، بتكلم بقى في العموم، لان دي الاغلبية العظمى بقت كده. وبفكر في اللي بعد كده يحصل فيه ايه اللي هيحصل. بتخوف بالظبط. ده بتحط على نفسك ضغط كبير جدا. واللاعب طبعا بيبقى فكره طبعا ان انا لما هجيبها بقى ايه اللي هيحصل، ما مش لو هضيعها. فدي برضو بتاخد من تركيزك بشكل طبعا كبير. ان انت فكرة ان انا بقت قريب قوي من الجمهور دي ليها ايجابيات وليها سلبيات. فهي دي سلبياتها، ان انت خلاص بتبقى يعني لو انت شايف نفسك من الجمهور يبقى تستحملهم. انما لازم ابقى انا بفصل بين ان انا دي شغلتي ان انا لعيب كوره، ولما بطل بقى خلاص بتحول لحد من الجمهور. انما دلوقتي انا شغلتي لعيب كوره، لازم ابقى مركز في لعبي بس، مش بركز الجمهور هيغني لي ايه، ولا هيعمل لي ايه، ولا هيصيطني ازاي. لانه لو انت برضو اخفقت الناس بتعمل هجوم غير طبيعي بصراحة. وانا شايف ان دي بقت يعني بقى حق مكتسب لفكرة انه اي مسؤول في الرياضة تحديدا بقى لازم يتشتم. انه اي مدير فني موجود لازم يتشتم، ان اي عضو مجلس ادارة او رئيس نادي لازم يتهاجم ولازم يتشتم ولازم. مش فاهم الفكر يعني. الفكر ده ليه فجأة بقى موجود؟ انه واحد قاعد مثلا في ماتش الاهلي الاخير ده، انه فجأة بقى هجوم رهيب على مجلس الادارة. اي طب ايه الناس كسبه كل حاجه. ايه اللي دخل مجلس الادارة في الماتش يعني؟ في بينالتي. هو دايما فاكر واحنا بنلعب
كان هيقول لك ايه، انتوا لعيبه هتعمل كوره كده هتخلينا احنا كاداره ملوك، هتعمل كوره كده بره احنا ما عندناش فكره. ايوه ماشي، فهي بس يعني كوره لعيب بتخلي مجالس تقعد ومجالس تمشي، بس الموضوع وليه بقى قاعده زي ما هي. بس الموضوع بقى ايوه بقى اوفر طبعا، اوفر قوي لان الموضوع بقى كل الناس بتتكلم فيه. كان زمان ما اللي بيتكلموا بتوع كوره بس مستباح للناس كلها. وزمان برضو كانت لحظتها اللي هي الضغط بتاع الماتش، الجمهور اللي في الماتش، تاني يوم الجورنان اللي بعد الماتش، يعني فاهم. هو اللي بيطلع في التلفزيون كان ناس نقاد وناس صحفيين، دلوقتي كل الناس بتطلع، اي حد معاه تليفون يكتب اللي هو عايزه ويشتم في ده ويلعن في ده ويعمل في ده. يعني الموضوع بقى يعني بصراحة بقى دمه تقيل. وبعدين بقى في حاجات يعني حتى منطقيا مش يعني ما بقيتش بفهمها. يعني انا دلوقتي واحد مثلا ما بحبش، مش عايز اقول على حد ما بيحبكش، ما بحبنيش انا، اي تمام كده عشان ما نقولش حد ما بيحبنيش انا يعني. طب انت بتدخل عندي وتشتمني ليه؟ ما تتابعنيش. يعني فاهم قصدي؟ فاهم الفكره؟ أي. بقت فكره ان انا لازم اخش عند فلان عشان اشتمه. يا عم طب ما انت ما بتحبوش تخش عنده ليه؟ يعني فاهم؟ ده اللي بقى الكوره. بص انا دايما بقول الكوره اتاخدت في منحنى صعب وخطير شويه. بالظبط. السوشيال ميديا خدتها في حته تعصب كبير جدا. مش بتكلم على فكره الزمالك لو خسر هتلاقي في ناس من جمهور الزمالك بتعمل نفس الحاجه، الاسماعيلي نفس الكلام. الناس بقت عايزه تبين ان هي بتحب قوي من خلال السوشيال ميديا، فالموضوع بقى متعصب جدا. يا جماعه يعني دايما بقول الكوره دي للاستمتاع، لكن مش يعني هتزعل واحنا بنتفرج على ماتش اكيد بنتلفظ غصب عنك يا ابن الذين يا اخي اعمل مش عارف كذا. ماشي لحظتها، لكن يعني الموضوع الماتش خلص خلاص. انا بقى بلاقي منك لله حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ليه يا جماعه؟ ده كوره في الاخر. يعني ربنا يهدي الجميع. طب خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام. رجعنا لكم تاني ومعايا كابتن جمال حمزه. خلينا ناخد الاخر لينك جمال، نسترجع شويه ذكريات بقى من الكوره. يلا نهزر حاجات حلوه بقى. نهزر شويه. قول لي يعني، قول لي كده مثلا بطوله افريقيا اخر بطوله الزمالك خدها، ذكرياتك فيها ايه؟ الماتش الاخير ما كنتش موجود ليه؟ لقيت احتياطي. ايوه بس ما نزلتش. لا ما نزلتش، بس انت لعبت البطوله دي كتير. لعبت كتير في ماتشات كتير. ده كان كنت لسه طالع، انت كنت صغير. يعني يعتبر مثلا احنا قبليها كان اوتوفيستر، انت كنت لسه طالع مع اوتوفيستر برضه. قبليها بسنه كنا في كاس العالم بتاع الشباب، ودي كانت السنه الاولانيه بقى خلاص ابقى متواجد مع الفرقه بشكل رسمي بقى. لا كنت لسه متأيد في الناشئين بس يعني خلاص. انت لغايه بطوله 2002 انت متأيد ناشئين. تحت 21 سنه. جيلك كنت انت ومين؟ انا ورامبو رامبو فندي، وكان محمد عبد الواحد وزينجا. ايوه هو زينجا في امريكا دلوقتي. زينجا في امريكا لسه باعت لي والله امبارح. والله لسه شعر برضه وكده. عنده اكاديميه هناك في امريكا بتاعت حراس مرمى وبتاع، وشغال كويس. سلم. فاكر كنت بحطها له ازاي؟ ايوه انت من اسباب ان هو هاجر على فكره انت، والله العظيم. طبعا يا جماعه جمال حمزه متنمر من الطراز الاول، والله العظيم متنمر من الطراز الاول. انا برضو ماشي. وده غلط يعني، احنا بنقول عشان برضه يعني احنا مش بس هو فعلا كان متنمر دلوقتي وعارف غلطه يعني. ماشي عرفت غلط يعني. ماشي. فهم دول المجموعه بتاعتنا يعني بقى اللي طلعوا في انا لعبت ماتشات الاولانيه كلها بقى اللي هي الجيش الرواندي. ايوه انا عملت الجون في الماتش ده. فاكر الجيش الرواندي ده؟ كابتن حسام قال لي انا جاي اسلم عليك بتروح. طب انا بقول لك الفتره دي كان كابتن حسام حسن وعبد الحليم ووليد عبد اللطيف طبعا، كان فيليكس موجود، وانت وفيليكس كان عارف البطوله دي؟ لا جه بعديها. كان موجود. كان قبليها ابتدى معانا الاول البطوله ما كملش معانا. قول لي كان يعني التنافس بينكم كان عامل ازاي؟ خصوصا كابتن حسام حسن كان ضامن مكانه على طول. ما انا قلت يعني قبل كده بقى احنا اتنين بيلعبوا مكان، يعني 4 حازم وحسام حسن موجودين، وفي مكان بقى بيتخانق عليه بقى 4 5 يعني. ما كانش بتعمل مشاكل بينكم دي؟ لا خالص والله. ليه؟ لا انا بسال يعني. لا ما كانش في مشاكل. جامدين قوي، اي واحد فيكم كان يروح يلعب في اي حته يعني كان يعني ما كانش في مشكله، لانه فعلا اللي كان بيلعب كان بيأدي وكان بيبقى جامد. ما تقدرش تقول مثلا ان انا لما بلعب اللي يعني انا لو لعبت هبقى احسن من اللي بيلعب. لا احنا كلنا بصراحه كان في مستوانا كان قوي جدا. حتى وليد عبد اللطيف تحديدا في البطوله دي تحديدا كان احسن لعيب تقريبا. بصراحه كان جامد جدا. عبد الحليم طبعا
جاب جوان كتير جدا، حلو قوي. اللي هو بتاع مازيمبي موزمبيق، كوستا دي سول هناك، وجاب جون في وجاب 3 اجوان في ماتش قبل النهائي هناك. وجاب 3 اجوان في ماتش برضو اسك هنا. هاتريك هنا في اسك. وكان بيتهاجم على فكره كتير قوي، كان بيتهاجم جدا، كان على طول افتكر كل ما يجيب جون يبقى هيعيط وزعلان. لانه برضو خلي بالك لما بتلعب برضو جنب حسام حسن ضغط برضو. يعني الناس دايما عايزه تعمل مقارنه بين اي حد بيلعب وبين كابتن حسام، فموضوع صعب يعني ان انت اقارن نفسي بحسام حسن، دي صعبه جدا. فكان دايما بيبقى في ضغط برضو على اللعيب اللي بيلعب اللي هو اللي جنب حسام حسن. فدي من الحاجات برضو اللي يعني كنت ببقى فرحان جدا طبعا وانا يعني بلعب. مين مدرب بقى احسن مدرب كنت معاه جمال؟ يعني كنت اصل انت دايما كان عندك مشكله وما هيجي مدرب ما بيلعبش. لا بس اللي في الاولين دول لا يعني كنت لسه صغير بقى، ما كنت صغير لسه بتجري وكابرال يعني ما كنتش لسه انت فاهم يعني ما كنتش لسه وكابرال دول احسن فتره كنت معاهم. وفنجاده كان جميل بصراحه. بصراحه يعني كان فنيا وخارج الاطار يعني بتاع التدريب كان راجل محترم يعني. يعني انا فنجاده ممكن اكون الراجل يعني او فكره المدرب اللي هو هو لعبنا 4 على فكره. فكره المدرب اللي هو يحببك في التدريب ويحببك في الماتشات وبتاع. يعني في ماتشات حتى كتيره جدا بتفرج عليها مؤخرا كنت ببقى احتياطي وبنزل ما يعني ما كنتش متضايق خالص. فدي برضو من يعني اعتقد هو فنجاده بصراحه احسن واحد. يعني فنجاده الباكج كلها بتاعت فنجاده هي اللي كانت افضل حاجه يعني. اللعب بتاعك والستايل بتاعك يا جمال مفيش حد قريب منه دلوقتي كده؟ ما بتشوفش حد الحريف قوي اللعيب قوي يعني؟ بتشوف حد قريب من الموضوع ده؟ لا يعني ما اعتقدش دلوقتي، لا مش موجود. لانه لو انت برضو اكيد هتبقى عارف اكتر مني، انا طريقة لعبي لا هي 9 ولا هي 10 انت فاهم؟ ولا هي 11. انا اللي هي اللي في وسط الاتنين دول اللي هو 9.5 اللي هو يعني لا هو راس حربة صريح ولا بلاي ميكر قوي زيك وزي كابتن وليد صلاح يعني مش في الحته دي. انا في حته في النص يعني ممكن اعمل كده وممكن اعمل كده بس يعني هي دي الفكره. فان انت تلاقي حد دلوقتي بالمواصفات دي متهيألي مش موجود. كنت عارف ان انت تالت هداف في افريقيا تقريبا؟ متابع الموضوع ده بعد ما بطلت صح؟ برضه بعد ما جايب كام جون؟ 10 او 11. لا انا جايب 12 وانا يبقى انا 10. انت اقل ولا اكتر؟ لا اقل. لا والله انا بعديك. اوكي. انت التالت. انا فاكر كان انت. لا احنا ما كناش متابعين الارقام دي. لا خالص. في ماتشات كنا ممكن نجيب والله فيها. انا بقى السابع في اول 10 في الزمالك كله بقى اهداف توتال بقى كله 76 كنت ممكن يبقى مثلا 176 بعد الكابتن حماده انا على طول. كابتن حماده اعتقد 83 او 84 حاجه كده. انت بتتابع كل ده وانت بتلعب؟ لا طبعا كل ده بعد ما بطلت. يعني الارقام دي ما طلعتلناش دي واحنا مش عارف يعني ما الناس هي اكتر واحد واخد ضربات جزاء في تاريخ الزمالك. واخد عامل ضربات جزاء يعني. ده مين حسبها لك دي؟ ما اعرفش. لا والله يعني مش عارف يعني. لقيت برضو موقع منزل البتاع ده وبعت لي لا والله والله مش عارف كام بقى فين 21 باين. انت اكتر لعيب، اكتر واحد في تاريخ الزمالك واخد ضربات جزاء. انت اكتر لعيب زملكاوي جاب في الاهلي جوان برضه. ده برضه بس دي دي انا كنت عارفها بقى. ايه بقى؟ انا كنت لان دي كنت تارجت ده كان التارجت بتاعي 7. فده كان 7 في الاهلي. فده التارجت لانه وانا صغير كنا بنسمع عليها فعلا على طول. ايوه لا وانا صغير في التلفزيون. وانا صغير كان الماتش الوحيد اللي فيه هو الزمالك والاهلي. وكانوا بيقعدوا يعيدوا. كان كابتن توتو الله يرحمه يقول لك اكتر واحد جاب 7 جوان ولا حاجه كده. يقول لك بيعيدوا بقى الاجوان في التلفزيون بتاعت. فانا في دماغي ان الاجوان دي بس هي اللي هتتعاد انت فاهم. فعايز اجيب جون في الماتش ده عشان لما بطل لما نقعد نتفرج الجون بتاعي يجي بس 7 اجوان. لا عدد كبير. انت اللي هداف التاريخي يعني. هداف التاريخي. مفيش حد قرب منك دلوقتي. لا هو اقرب واحد ليا هتلاقيه 4. مين بقى؟ زيزو؟ هتلاقي زيزو 4 وعبد الحليم 4 يعني. بس اللي هم لسه متواجدين دلوقتي زيزو وشيكابالا. كله برضه متهيألي شيكابالا 3 أو 4. في الدوري بس ولا في كله؟ لا كله. كله 2 افريقيا و1 كاس و4 دوري. 1 كاس. ايوه صح.
جيمي نورتني حبيبي يا زو، حبيبي، ونشوفك على بنتك عامله ايه في كابتن الكوره؟ مصر كله تمام والله، جميله شغاله كويس. الكوره النسائيه دلوقتي على فكره بقى ليها موردين يعني، بالظبط، بتتذاع على سبورت على طول ماتشات. الزمالك شغاله كويس طب الماتش الجاي تتذاع لها ماتشات قريب ولا مش عارف والله؟ هما بيذيعوا اصل يعني اليوم اللي بيبقى اهم مباراه في الاسبوع هي اللي بتتذاع، فعلى حسب بقى الزمالك بيلعب مين. بالذكر برضه فرقه مسار دي عامله شغل كويس قوي، فرقه مسار كويسه بصراحه. مش كانت في افريقيا كمان، دي حقيقة، خدت مركز كويس، لاول مره نشوف عندنا فرقه بتوصل في افريقيا، دي حقيقه طبعا، وعامله شغل كويس في الدوري. جيمي بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا حبيبي، ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا اعزائي المستمعين، حلقتنا خلصت النهارده، نشوفكم ان شاء الله وحلقه جديده الاسبوع القادم. نشكر حازم طبعا على الميكسر، واحمد جاد ومحمد صلاح في الاعداد. السلام عليكم.